كده تاني. انا عملت حاجه اسمها DNA تيست، بيقول لك ايه الاكل المناسب لجسمك، لان جسمي غير جسمك غير جسمه غير جسمها. صح. اللي يمشي عليك ما يمشيش عليا. من ساعة الريل ده ما نزل وكله باعت يسأل دي خرافة ولا حقيقة، وفي اختبار يا دكتور ممكن أعمله عشان يحدد الأكل المناسب ليا؟ المفاجأة إنه أيوة، في اختبارات ممكن تحدد أنواع الطعام المناسبة لجسمك، والصدمة بقى هتكون لو عرفتي إن أغلبها حاجات صحية وإنتي بتعتمدي عليها في الدايت. مثلا السلطة، حالات كتير جدا بتجيني ماشية على هيلثي لايف ستايل من سنين، سلطة ومشويات وكلها حاجات صحية. بعد شوية لما بتابع معاها بلاقي إن عندها مشاكل مع البيض، كان عندها مشاكل مع اللحوم الحمراء أو حتى الخيار والخس اللي بيتحطوا في السلطة. لو عندها مشكلة مع الألياف ما بتخسش لما بتاكل سلطة كتير. نقدر نعمل الاختبار ده بمنتهى السهولة من غير ما نروح أمريكا ولا نعمل DNA تيست. نحط لك فود ماب، خارطة للطعام، ونقول لك إيه الأكل المناسب لجسمك والأكل اللي هيخسسك بأقل مجهود فعلا، زي كل الحالات اللي عملت لهم خريطة الطعام دي قبل كده.